في الفيديو ده هنتكلم عن الأهلي وبيراميدز المشاركين في دوري أبطال أفريقيا أو الزمالك والمصري المشاركين في كأس الكونفدرالية الأفريقي. وطبعا النادي الأهلي بعد تعادله الأخير أمام شبيبة القبائل الجزائري متصدر مجموعته برصيد 9 نقاط وضمن الصعود إلى دور ربع النهائي، وهو دور الثمانية من الدوري اللي بعد دور المجموعات على طول. الجيش الملكي يجي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. أما في المركز الثالث ينجح أفريكانز برصيد 5 نقاط، وشبيبة الكبال برصيد 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ورسميا يودع البطولة من دور المجموعات. النادي الأهلي يستضيف الجيش الملكي في القاهرة، وفي نفس التوقيت ينجح أفريكانز يستضيف شبيبة الكبال في تنزانيا. وطبعا النادي الاهلي محتاج يعني التعادل يصعد اول، الفوز يصعد اول، لا قدر الله الخساره يصعد تاني. التعادل بين الاهلي والجيش الملكي يصعدوا هما الاثنين. اما يانج افريكانز ينتظر الفوز لازم يفوز على شبيبه الكبال الجزائري، وينتظر الفوز الاهلي على الجيش الملكي عشان يصعد هو والاهلي مع فرق الاهداف. اما مجموعه بيراميدز متصدر مجموعته ب 13 نقطه، نهضة بركان ب7 نقاط، باور ديناموس يعني نهضة بركان في المركز الثاني ب7 نقاط، في المركز الثالث باور ديناموس ب7 نقاط، ريفرز يونايتد اللي وضع البطولة برصيد نقطة. ده بالنسبة لمجموعة بيراميدز. بالنسبة لكأس الكونفدرالية واللي متصدرة كايزر تشيفز برصيد 10 نقاط، الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وفي المركز الثالث المصري برصيد 7 نقاط، وفي المركز الأخير زيسكو يونايتد اللي فاز على الزمالك ب3 نقاط، وده الفوز الوحيد في دور المجموعات لفريق زيسكو. ده بالنسبة لمجموعة أهلي بيراميدز الزمالك والمصري. الزمالك محتاج يفوز على كايزر تشيفز، والمصري محتاج يفوز على زيسكو. والزمالك هيستضيف كايزر تشيفز والمصري هيستضيف زيسكو. الزمالك لازم يفوز على كايزر تشيفز أو التعادل، وفوز المصري كايزر تشيفز والمصري اللي يصعدوا. التعادل كايزر تشيفز وتعادل الزمالك مع تعادل المصري مع زيسكو، كايزر تشيفز والزمالك يصعدوا، فهي ترتيب حسبة كده. بالنسبة للفرق اللي هتلعب في الأربع فرق اللي يلعبوا في الدوري الجولة اللي قبل الجولة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، في الجولة الجاية في الدوري المصري الممتاز، النادي الأهلي هيواجه الإسماعيلي في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة. إنبي هيلاعب بيراميدز في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة برضه في نفس توقيت مباراة الأهلي. الزمالك هيلاعب سموحة في الثامنة مساء، والمصري في نفس توقيت مباراة الزمالك هيلاعب وادي دجلة في الثامنة مساء. المباريات دي هتكون يوم الأربعاء 11/2/2026.